نبقى في جدل تحكيمي بين بالزبط. حالة شد القميص، هل هي الكرة متجهة للاعبين الاثنين ولا لا؟ هناك من يراها بأن الاحتكاك أو الشد بين اللاعبين الاثنين انت تشوفها الكرة مش متجهة ليهم، يعني نشوفوا في قراءة المشهد التحكيمي بالزبط. مختلف بين شخص وشخص. أنا نمشي معاك كابتن فتحي لحسم الأمر من جانب واحد، وهو جانب تسلسل الأحداث من مباراة الجزائر والأرجنتين وصولا للكثير من الشواهد، مش مصر والأرجنتين بس، تبين أن إنفانتينو تحت الشبهات. واضح، منطلقت أنت من الصورة كابتن نادر قال لك ما هو إلا إنسان، صحيح إنسان، أنت عندك مسؤولية، مشاعرك تخليهم عندك، لأنه اللي ريناه وأنه في حالة حزن، انفانتينو في حالة حزن وغضب، وأنه ما هوش فرحان بتسجيل المنتخب المصري. صحيح مشاعرك تحب ميسي، تحب الأرجنتين، تحب خليهم، لكن وين النقطة اللي احنا عايشين في العالم ونعرف اللي قالوا الأستاذ نادر هو المنطقي لكن مش هو المطبق. قال انفونتينو ما هو الا رئيس الاتحاد، ثم هياكل، هو عندنا رؤساء في الاتحادات وعندنا رؤساء في كل الاتحادات في العالم، الرئيس هو اللي يقرر، الرئيس هو اللي يقرر، الاخرين ديكور، هذا يلزمه يتعدى، هذا يلزمه يلغى، هذا يلزمه يتعمل، واحنا نعرف وعشنا ونعرف شنو معناها. عندما يقرر الرئيس اسقاط عمر اخر دليل، اسقاط عمر جميل جدا نتاع ترامب، جميل معناه وقت اللي يقرر الرئيس انتهى. انتهى. معناها سامحني يا اخي، قرار ترامب قال كلم انفونتينو، في بالك اللجنه اللي قررت رفع الورقه الحمراء قداش فيها من عضو؟ فيها 30 عضو، 30 من 30 دوله، منهم واحد من اللجنه اختارت، منهم واحد من تونس. صحيح ولا سيد؟ منهم واحد من تونس. هل انه اجتمعوا وعملوا تفاوضوا؟ انفونتينو كلمهم قال لهم الغيوها، كلمني ترامب قال الغيوها. شنو يا اخي، ماناش عايشين ما يقرر الرئيس. بقى اليوم كما قلت انا ديما ما نمشيش في نظريه راهو لجنه النزاعات هذه رئيسها ارجنتيني، لازم لا خطين تحت. شكون ما يحبش ميسي؟ كلنا نحبوا ميسي، مش هذا الموضوع. اما انا نحب ميسي، مش نطلع ميسي على حساب حقوق الناس الاخرين. صحيح ميسي والارجنتين يبيعوا، مصر جايه من تالي مع الاسف، ومع الاسف اللي وقعوا لنا الكل مع فرق عربيه، وربي يستر المغرب غدوه، وربي يسترنا المغرب غدوه. نعاودوا غدوه تو نعاودوا نقولوا مؤامره ان شاء الله. لا ان شاء الله لا، ما زال عندنا حد. شكرا جزيلا الكابتن هيثم شعبان المدرب المصري، وكل التوفيق لك في مسيرتك التدريبيه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تركيا. انهي الحديث على مباراه مصر والارجنتين وما طالها من شكل فني وجدلي وتحكيمي، وانتقل بسؤال واحد وبسيط وصريح حول المباراه الاخرى. درنا عنوان لمباراة كولومبيا وسويسرا أو سويسرا وكولومبيا. هذه المباراة بين سويسرا وكولومبيا كأنها مباراة هاربة من دور المجموعات للمونديال. هاربة اللي رقدنا الناس كل مباراة فراش ومخدة بعد ما عشناها مع مقابلة مصر والانفعالات والأحاسيس وغيرها. لازم يجيب لك بولي ومارادونا يلعبوا باش نجم تتفرج. سويسرا وكولومبيا الحقيقة مقابلة غلب عليها النعاس وانتهت بضربات الجزاء، والصباح فقنا اللي راهو سويسرا هي اللي ترشحت. الحقيقة مقابلة تحبني نحكي لك على مملة؟ مش مملة، فمش عنوان أكثر من مملة معناها. يا حظ الأرجنتين باللي جاي. لا بالطبع، مقابلة الأرجنتين ومصر خلتنا نعيشوا في عالم آخر، نعيشوا معناها مقابلة فيها كلها أحاسيس. المهم سويسرا ترشحت لأول مرة من عام 54 معناها صحيح توصل. كولومبيا فريق الحقيقة ممتاز، عجبني برشا، وكان الأكثر قربا للتأهل لولا ظروف المباراة وطريقة سويسرا اللي أنا شفتها أكثر منتخب ما نبيش نقول بارد لكن ممل. لا يلعب لا يخليك تلعب. لا سويسرا ساعة تدور بالعكس بالخلاف معناها. لا توا نجموا نجدوا انفونتينو ويمشي يمشي، وهذا تو يقول لنا
شكون النهائي وحقنا طلبنا انفونتينو. لا خلاص المباراة الجاية الأرجنتين وسويسرا ما فيش اتهامات، مباراة سهلة وبسيطة رغم اللي انفونتينو عنده عرق سويسري ما يمشي يتخلى عن الجنسية، ما يخلوش المفروض يخش فيها المباراة الجنسية نتاعو. على كل كانت مقابلة أخرى، ولكن الحقيقة ما نظنش كان الناس تبعتها باستثناء السويسريين والكولومبيين. طيب أنا بنبدأ معك أنت في المحور الجاي باش بعدين ناخذ رأي جمال احنا فوضناه على مباراة سويسرا وكولومبيا. اصلا هي المباراة والله ما تستحق، والله ما تستحق اكثر منك، والله حرام نضيع على الوقت. هو رقم وهذا يتفرش لهم بلدون، خلي انت يحكي على سويسرا، هذا 5 شوية مع جوكوفيتش وزي يحلم بالفرنسا والحكم. بقى اسمع، عندي ليك رد والله يبعثوا لي احد المتتبعين الاوفياء لمساء المونديال، قال لي اليوم يجب مواجهة فتحي المولدي وجاتوزو. جاتوزو قال ظلمت أوروبا بمنح كراسي لأفريقيا زايدة. اليوم جاتوزو يقول لك 8 في منهم 6 من أوروبا وأفريقي واحد منتخب أفريقي. شو رأيك؟ لا افريقي واحد، احنا كنا نجم نكونوا 2 ولكن اي 6 منهم ما يشبتش على الاخرين. آسيا. امريكا ما يشبتش على اسيا، مركز معانا هذا جاتوزو. جاتوزو عنده مركب فعلا، لا عنده، شوف النوع هذا هذا نوع من العنصرية. صحيح. هذا نوع من العنصرية اللي انت مش قادر عليه تحب تحرمنا منه، معناها حرام عليكم، حلال عليكم، حرام علينا. انا نعتبر وانه جاتوزو بالعكس كي يتفرج والله شوف يا عبدو، نتفرج في مقابلة مصر والارجنتين، قلت ان شاء الله جاتوزو يتفرج باش يشوف مستوى الكرة العربية الافريقية وين وصل، شكون قادر على الارجنتين بطل العالم باش يوصلها للدقيقة 79 وينتصر عليها لولا امور هامشية. دوافع التصريح عنصرية لا محالة. لا انا نعتبر وانه جاتوزو لو شاهد مقابلة مصر والارجنتين ينظر نفسه في المراية يحشم على روحه. جمال، الحديث اليوم عن المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع النهائي والنظر إليها بشكل عام، تصريحات من غير تصريح جاتوزو، تصريح مورينو الذي قال بأن الدوري أو كأس العالم سينطلق بعد الدور 16 وهذا ما سأتابعه. هل هذا المرضي بالنسبة لمورينيو وغيره من منتظري كأس العالم بعد دور 16 وهو ما فيش لا البرازيل لا البرتغال لا ألمانيا، هذا دور 16 اللي تبوه من المونديال؟ هذا كلام الاستهلاك، لانه فعلا في دور 16 كانت مباريات كبيره ايضا، مباراه الراس الاخضر والمنتخب دور 32 كانت ايضا مباريات كبيره جدا، المغرب هولندا، الراس الاخضر والمنتخب الارجنتين. فهذه النظره التحقيريه احيانا يعني يجب لا نتوقف عندها كثيرا، لانه في كل دور هناك مباريات كبيره جدا. تابعنا ايضا مباراه المنتخب الارجنتيني مع المنتخب المصري، مباراه اسبانيا والبرتغال، ولكن يعني اسماء كبيره جدا حتى لو لم يرتقي المستوى الى الاداء المنتظر، ولكن مباراه كبيره جدا. ففي النهايه يعني 8 منتخبات في الدور الربع النهائي فيها الكثير من القراءات. اولا 4 منتخبات من مونديال 2022 ما زالت حاضره اليوم، يعني في مونديال 2026 الامر يتعلق يعني بالمغرب وفرنسا ومنتخب الارجنتين، ف4 منتخبات وفرنسا ايضا، ف4 منتخبات حافظت على تواجدها. 4 منتخبات يعني جديدة اليوم يعني تحضر في الدور الربع النهائي، هذا يعطيك مؤشر على استمرارية بعض المنتخبات. أيضا الطريق الصعبة اللي كانت أيضا لبعض المنتخبات اللي أيضا كان ممكن أن تتواجد يعني في الدور الربع النهائي، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمنتخب هولندا أو كرواتيا والبرتغال، لأنه يعني كانوا في طريق صعب جدا. بالتالي يعني مساحة التنافس يعني زادت، وهناك أيضا منتخبات يمكن أن توجد لنفسها أيضا مكانة في الدور الربع النهائي. لكن السؤال الأكبر أنه الحضور يعني 6 منتخبات من القارة الأوروبية، منتخب من إفريقيا ومنتخب من أمريكا الجنوبية، يعني غياب منتخبات آسيا، تراجع حضور منتخبات أمريكا الجنوبية في ظل يعني إقصاء البرازيل وفي ظل أيضا إقصاء كولومبيا، وتراجع أيضا منتخب الأوروغواي الذي لم يعد يقدم نفس المستويات التي كان يقدمها في السابق. بمعنى أننا أمام خارطة تتشكل من جديد بالنسبة لخارطة خروج منتخب الدول المضيفة.
متوقع. يعني هذا نظرا لتصنيفاتهم هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه. لكن نادر نبي نسألك، اليوم مونديال وصلوا فيه الثمانية هادو بشكل كبير، هل تتوقع في مفاجآت جديدة، خاصة هناك من يرى خروج البرازيل وألمانيا والكثير من المنتخبات الأخرى البرتغال وكرواتيا يراها مفاجآت؟ بالنظر للثمانية ما زال في مفاجآت، ولا الترشيحات الكبرى متاع فرنسا، المغرب، الأرجنتين، إسبانيا حتبقى هي الأقوى؟ صراحة لا أتوقع فيه مفاجآت من وجهة نظري. اللي ذكرتهم الخمسة الكبار، الأربعة زائد المغرب بخبرة المونديال الماضي، أعتقد حينحصر مع هذه المنتخبات. ما يملكه من مخزون ولاعبين ينشطوا في دوريات كبرى هو اللي يعزز موقف الفرق، لأن كرة القدم باش توصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم لازم يكون عندك حضور فني، حضور ذهني، حضور بدني، ثلاثة العوامل أما يملكوها الأربعة المنتخبات الكبيرة اللي لاعبيها ينشطوا في أعلى مستويات كرة قدم ويلعبوا في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج.